لو زهقتي من السكرابات التقليدية اللي بتجرح البشرة ومن غير نتيجة، في النهاردة هنعمل مع بعض السكراب الوردي العلاجي. مش مجرد سكراب بينعم، ده بيفتح، بيدي لون وردي طبيعي وبيحل مشكلة جلد وزة وحبوب الظهر من أول استخدام. شوفي اللمعة على ايدي عاملة ازاي. من قبل ما نبتدي يلا بينا نشوف المكونات والسر. عندنا سكر، عندنا جليسرين، عندنا مية ورد، عندنا زيت السمسم، عندنا زيت الورد لازم يكون الأصلي، زيت شجرة الشاي، عندنا كركديه مطحون، عندنا قهوة. اول حاجه هننزل بالمكونات الجافه اللي هي كوبايه سكر، وعليها نص كوبايه كركديه، وعليها معلقتين كبار قهوه، ونقلبهم كويس في بعض، كويس جدا في بعض. بعدين هننزل عليهم بالمكونات اللي هي المرطبات، اللي هي زيت السمسم بتاع 4 معالق كبار، زيت سمسم ده اللي بينعم الجلد جدا، ومعاه معلقه جليسرين. وهنا بقى السر الاول ان الجليسرين بيحبس الميه جوه البشره، وزيت السمسم بيقفل عليها، فتفضل جسمك ناعم كشمير 3 ايام مش مجرد يوم واحد. وهنضيف كمان ميه ورد معلقه، وبتاع نص قطاره زيت الورد للريحه العطره وعلشان بيفتح. والسر التاني والاهم محدش بيقوله ان هنحط 3 نقط بالظبط زيت شجرة الشاي، ده هو الناسف لجلد الوزة وبيطهر مسام الظهر والكتف وبيمنع الحبوب تماما. نقلب الخلطة كويس جدا ونحطها في برطمان ونحطها في الحمام. طريقة الاستخدام الصح: ادخلي تحت مية دافية 5 دقايق، وبعدين هتحطي الاسكراب بحركات دائرية، وبعدين هتغسلي جسمك وترطبيه بالمرطب، وهتدعيلي هتشوفي الريحة والنعومة واللون الوردي.